بس هو إيه أصلًا lead magnet؟ lead magnet هو بمنتهى البساطة concept اللي هو إيه الشيء اللي أنت هتقدّمه للعميل بتاعك في مقابل إن هو يسيب لك بيانات التواصل بتاعته. في الحالة بتاعتنا مثلًا في المثال اللي إحنا بنتكلم فيه store ألعاب أطفال، أنا ممكن أقدّم الlead magnet بتاعي يكون عبارة عن اختبار شخصية بيتبعت للطفل يعرّف الأم إيه نقاط القوة والضعف بتاعة ابنها، وإيه أنواع الذكاء اللي هو محقق فيها رقم عالي، وبالتالي إيه اللي هو محتاج يشتغل عليه أو هي محتاجة تساعده إن هو ينمّيه أكتر. ممكن أشغّل إعلان باقول فيه بمنتهى البساطة إن اعملي لابنِك اختبار الذكاء أو نقاط القوة والضعف، أو اعرفي نوع الذكاء اللي هو مميز فيه ونوع الذكاء اللي محتاجة تشتغلي عليه، وبالتالي أخلّيها تبقى مستعدة إن هي تسيب رقمها أو تسيب إيميلها في سبيل إن أنا أبعت لها الاختبار ده بالفعل. وهنا بنيجي في الطريقة بتاعة جمع البيانات، اللي هو أنت هتجمّع البيانات بتاعة الناس دي بالفعل إزاي؟ فواحدة من أبسط الطرق هو إن أنت تعمل Google form العميل هيدخل فيها يسيب اسمه واسم ابنها مثلًا، ورقم تليفونها أو إيميلها أو أيًا كانت طريقة التواصل اللي أنت هتختارها، وبالتالي في المقابل أنت هتبعت لها الlead magnet اللي كنت أنت مجهّزه بالفعل أو اللي أنت وعدتها بيه أو وعدت بيه عميلك. طبعًا أنت تقدر تقيّف الكلام ده بقى على المجال بتاعك، سواء في الخدمة بتاعتك أو المنتج بتاعك. أنا هنا بادّيك مثال عام وأنت تقدر تطبّقه عندك في الbusiness بتاعك.